أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة كلمة وحكاية. النهاردة هحكي لكم حكاية بسيطة لكنها جوا كل بيت فينا. حكاية عن ست وعن كرسي وعن ذكرى بتفضل عايشة حتى بعد الغياب. في شارع صغير هادي كان في ست كبيرة اسمها الحاجة زينب. كل يوم من غير ما تتأخر دقيقة كانت تفتح بلكونتها وتحط كرسيها الخشب القديم وتقعد. ابتسامتها كانت أصدق من 1000 كلمة. كل الجيران اتعودوا عليها، اللي رايح الشغل واللي راجع من المدرسة حتى اللي بيعدي بالصدفة لازم يسمع صوتها. صباح الخير يا ابني، صباح النور يا بنتي. وكانت ريحة قهوتها تسبقها للشارع كله، ريحة بتدي طمأنينة كأنها بتقول لسه الدنيا بخير. لكن في يوم الكرسي فضي. الجيران استنوا، يمكن تعبانة يمكن مشغولة. عدى يوم ورا يوم 3 أيام. واحد من الجيران قال الحاجة زينب ما ظهرتش بقالها كام يوم، حد فيكم شافها؟ محدش رد. قرر يخبط على باب شقتها. خبط مرة واتنين وتلاتة مفيش صوت. لم الناس حواليه وقالوا لازم نفتح الباب. فتحوه ودخلوا. الأوضة هادية، ريحة مسك وبخور. الكرسي في البلكونة واقف مكانه مستنيها. لكن الحاجة زينب كانت نايمة في سريرها، نايمة نوم طويل، نوم مفهوش صحيان. في ناس وجودهم بيكون جزء من تفاصيل حياتنا بنفتكرهم عادي، لكن أول ما يختفوا نعرف إنهم كانوا روح المكان. الحاجة زينب سابت الكرسي فاضي، لكن ابتسامتها فضلت عايشة في قلوب كل اللي عرفوها. افتكروا دايما مش كل وجود حوالينا عادي، أوقات بيكون في أرواح بتدي للحياة معنى من غير ما ناخد بالنا. وبكده تكون خلصت حكايتنا يا أحلى مستمعين. لو عجبتكم الحكاية شاركوها مع اللي بتحبوه، واعملوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم كل حكاياتنا. استنوني في حكاية وكلمة جديدة. لحد ما ارجع لكم خدوا بالكم من نفسكم. مع السلامة.